هاي، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ قصه النهارده فيها قدر كبير من التفاؤل. ما انا مش معقول هغمكم على طول يعني. بس في الاخر طبعا هنعمل لاندنج، لان ما ينفعش ان الواحد يتجاهل المنطق. وفي تعريفات كتير المفروض نتكلم فيها او نتناقش فيها، زي فكره الحظ، المؤسسيه، والفرق ما بين الاهتمام بالموهبه واستغلال اللقطه. بطلنا هو شاب من غينيا اسمه إيريك موسامباني. بعد ما بيخلص الثانوي كده شيء الهي بيحببه ان هو يتعلم سباحه، بس بتبقى قدامه مشكله ان بلده بدائي جدا، ما فيهوش اي نادي ولا فيه الا حمام سباحه واحد قد كده في اوتيل صغير. فبيروح يتحايل عليهم وبيوافقوا ان هو يتمرن فيه كل يوم من 5 ل 6 الصبح في وقت ما فيهوش زباين، مع نفسه كده لا مدرب ولا حاجه، بيقعد يبلبط لحد ما بتيجي ضربه الحظ الاولى. والاخوه في اولمبياد سيدني 2000 بيقرروا ان هم بشكل استثنائي يفتحوا الباب لمشاركه الرياضيين من البلاد الغلبانه اللي ارقامهم في الاحوال العاديه ما تؤهلهمش ان هم يشتركوا، يعني من باب تشجيع تكافؤ الفرص. وبيقدم إيريك، يعني واحد متعلم عوم بقاله 8 شهور، يدخل الاولمبياد. انا لو عندي ربع الجراءه دي كان زماني بقيت رئيسه وزراء. بيوصل الولد سيدني بطوله بشنطه هدومه، وبيفاجئ ساعه التدريب ان هو قصاد ابطال وفرق ومدربين وفرق طبيه، ويحاول يا عيني يتمرن ان هو يقلد اللي هما بيعملوه، ويسال كابتن هو انت بتعمل الحركه دي ازاي؟ اللي يتريق ويمشي، واللي يصعب عليه فيحاول يعلمه اي حاجه. وبيجي اليوم الموعود، يوم السباق، والواد يا عيني بيترعب من الاجواء والجمهور لدرجه ان هو فكر ان هو يخلع بكرامته، بس خد القرار التاريخي: طالما وصلت لحد هنا اكمل. وبتيجي لحظه البدايه، وفي صدفه لا تحدث الا واحد في المليون، الاتنين السباحين المنافسين بينطوا اجزاء من الثانيه قبل الوقت المفترض، وعليه بيتم استبعادهم. واخينا إيريك لو وصل بعد سنه هو الفايز برضه. ممكن حد يقول لك طب ما اتيسرت خلاص وجت مع الهبل دبل. اقول لك لا، حمام السباحه الاولمبي ده 5 اضعاف البتاع اللي هو كان بيبلبط فيه. فالحكايه عامله بالظبط زي ما انت تبقى بتشيل مثلا دمبل 5 كيلو، فانا اجي اقول لك ايه، لا انا هدخلك بطوله العالم لرفع الاثقال. في الاول كان بيعوم كويس، وبعدين حكى إيريك انه في مرحله معينه اتقطع نفسه وما كانش حاسس برجليه، بس هو كان عارف ان عيلته والبلد كلها بتتفرج وما يصحش يخذلهم. وبعدين بيجي تدخل غير متوقع لعنصر الجمهور، اللي يا سبحان الله كان مرعوب منهم في الاول. حط نفسك مكان الجمهور كده، انت راجل رايح سباق سباحه، فبتلاقي نفسك زي فؤاد المهندس كده في سك على بناتك، الحكايه ما بتخلصش. فكانوا طبعا بيتريقوا عليه في الاول، بس بمرور الوقت حسوا ان ده مش واحد جاي من العالم الثالث علشان يهرج ونتريق عليه وبتاع، لا ده واحد بيحارب. الراجل ده يستحق التعاطف. اتقلبت السخريه لتشجيع، وابتدى يسمع صوتهم هما بيقولوا جو جو جو، فسخن. واخيرا انهى السباق وحطم الرقم القياسي، بس مش من السرعه، من البطء، بعد حوالي 53 دقيقه. بعد المجهود ده طبعا يا عيني راح الاوتيل، نام زي القتيل. صحي لقى اعلام العالم كله عايز يسجل معاه، والناس بتمضي اوتوجرافات منه بحسابات الورقه والقلم. يعني ده مش فشل، ده اضحوكه، يعني حتى لقب بتعبان البحر. بس لو بصيت للصوره كلها هتلاقي ان انت قصاد قصه ملهمه جدا عند كتير من الناس، لان ده شخص عمل كل اللي يقدر عليه بدنيا ونفسيا، ويكفي ان هو ما تهتش. وكون ان بلده ما فيهاش امكانيات فده مش ذنبه، ولذلك انت تلاقي قصته لحد النهارده على القناه الرسميه للاولمبياد زيه زي اي بطل اولمبي تاني. فالجانب المشرق ان ده مثل ان انت اعمل اللي عليك، وربنا سبحانه وتعالى قادر يوصلك مهما انعدمت الاسباب. وحتى لو الظروف خدمته شويه كتير، فاحد تعريفات الحظ ان هو التقاء الاجتهاد مع الفرصه. يوسفني بلغكم ان غينيا، البلد البدائي المسكين اللي ما فيهوش ولا حمام سباحه، دي دوله بتروليه غنيه جدا يا جماعه. وطبعا انا مش محتاجه اقول لكم الفلوس بتروح فين. ناس بالعقليه دي لما فاز إيريك طبعا حاولوا يستغلوا اللقطه واستقبلوه استقبال الابطال. ابننا اللي رفع العلم في المحافل الخواجاتيه، ولو غرقوك عوم ولو وقعوك قوم. يا جماعه انتوا اللي مغرقينه، انتوا ما قدمتوش للولد اي حاجه. ولكن مش مشكله لو ادركنا ان احد وظائف الحظ ان هو يشاور لك ان انت عندك ناس عندهم بوتنشال، عندهم امكانيات، وبشويه اعتداء صغيرين ان شاء الله قد كده ممكن يحققوا حاجات كتير. وان اللي يسري على السباحه يسري على كل المجالات. ولكن هم قالوا لك ايه، احنا هنعمل فريق سباحه ونخليه مسؤول عنه. يا جماعه هو شخصيا محتاج يتعلم شويه، وقال لك احنا هنسفره ويتمرن بره. ولكن كل ده ما جابش نتائج تذكر يعني. لا مش بس كده، دي اللقطه كمان ضربت في وشهم. ابن الرئيس اللي هو في ذات نفس الوقت نائب الرئيس، مش مقامه طبعا يعيش في البلد التعبان ده، واغلب وقته في باريس رفاهيات من كل نوع بقى، وسهرات وطيارات خاصه. لا وبلغت بيه الوقاحه ان هو سجل مع التلفزيون الفرنسي واخدهم معاه وهو بيعمل شوبينج، وفرجهم اسطول عربياته، وعمل فيها محمد رمضان. لحد هنا ابننا يعني شاب طايش. الاخطر ان هو اتقفش في قضايا فساد وغسيل اموال
الاموال في فرنسا وامريكا وسويسرا، فده جذب انتباه الاعلام العالمي للصفقات اللي بيعملها هو وابوه واللي شفطوا بيها بترول البلد. الناس العاديه غالبا ما تعرفش ان في حاجه اسمها غينيا اساسا، فعلشان يقربوا الصوره برنامج 60 مينتس استراليا استغل قصه إيريك، اللي هو فاكرين يا جماعه قصه إيريك ابطأ سباح في العالم، اهي دي بلده بقى، وسجلوا معاه في البسين العدمان اللي هو بيتمرن فيه واللي حالته ساءت وما عادش فيه ميه كمان. فتحولت الحكايه من لقطه لوصمه، مثل سهل في مستوى الطالب المتوسط والمواطن اللي مش غاوي اخبار على اتفرج شوف الفساد بيعمل ايه. بالنسبه لقضيه ابن الرئيس فاتسود باجباره على التنازل عن مئات الملايين من الدولارات، واتعمل مزاد على العربيات وبعض الممتلكات على ان ترد هذه الاموال للشعب اللي اتنهبت منه. بس تفضل معضله ان الناس دي لسه في السلطه، فلو الفلوس رجعت البلد نبقى كاننا ما عملناش حاجه خالص. فاعلنت الدول اللي فيها الفلوس ان هي هتوجه الفلوس دي لاقامه مشروعات في غينيا تشرف عليها بنفسها علشان تتاكد ان الفلوس وصلت للناس. بس الحكايه بقى لها كام سنه بصراحه ما تعرفش وصلت لايه، فمش بعيد يكونوا هم كمان لطشوا الفلوس، لان هي فلوس ملهاش صاحب، وعملوا زي علي بابا اللي سرق من حراميه واتعامل ان هو بطل. قصه إيريك موسامباني سواء اعتبرتها مشروع نجاح او نجاح بدرجات الرأفه، هي وغيرها من قصص النجاح الفرديه اكيد تحسب قصص نجاح لاصحابها، ولكنها في الوقت نفسه تعتبر قصص فشل للمجتمع اللي ما اكتفاش ان هو يبطط المواهب اللي جواه، لا كمان بيزيد بقصص نجاح فرديه اتحققت بالصدفه. شكرا يا جماعه، يا ريت ما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير، او لايك وكومنت وشير والفولو لو كنتوا على الفيسبوك. شكرا، باي باي.